بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد. كأس العرب جميل وكأس العرب ممتع ومفيش نهاية أجمل من كده تليق بقيمة المنتخبات العربية. المنتخب المغربي بطل لكأس العرب على حساب منتخب الأردن بعد فوزه 3-2 في ماتش كبير وماتش عالمي، ماتش يليق بين أقوى منتخبين في البطولة، ماتش تحس ان هو هربان من الدوري الانجليزي او من دوري ابطال اوروبا او من كاس العالم. ماتش كبير وماتش عالمي. الف مليون مبروك لمنتخب المغرب والشعب المغرب، وهارد لك لمنتخب الاردن والشعب الاردن. قدموا بطولة كبيرة وقدموا بطولة عظيمة. لازم منتخب الاردن وشعب الاردن ياخدوا حقهم. منتخب الاردن بداية من دور المجموعات المنتخب الوحيد اللي صعد كأول مجموعة بالعلامة الكاملة، كسب الثلاث ماتشات. ابتدى الفوز على منتخب الامارات 2-1، بعد كده على منتخب الكويت 3-1، وبعد كده على منتخب مصر 3-0. في دور الثمانية بيكسب منتخب العراق 1-0، وقبل النهائي بيكسب الأخضر السعودي 1-0، وكانت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. ويجي في المباراة النهائية يقدم ماتش كبير وماتش عالمي بقيادة الكابتن جمال السلامي، المدير الفني المحترم، الراجل المغربي اللي بيخسر 3-2 في ماتش كبير وقدمه بطولة كبيرة وبطولة عظيمة. والمنتخب الأردني لازم ياخد حقه، عشان لما نيجي نتكلم على منتخب المغرب برضو الناس دي تاخد حقها، لأن هم بيعيشوا في أجمل سنين حياتهم في تطور الكرة المغربية. المنتخب الأردني يلعب نهائي كأس آسيا 2023، وبعد كده يصعد لكأس العالم من غير أي ملحق يلعبه إضافي في 2026، كأس العالم اللي هيتلعب في أمريكا وكندا والمكسيك شهر 6 اللي جاي. وبعد كده يلعب نهائي العرب قدام منتخب المغرب، أقوى منتخب في أفريقيا. فتحية كبيرة لمنتخب الأردن وكل لعيبة الأردن وكابتن جمال السلامي والشعب الأردن، وهارد لك. تستحقوا اللقب، بس في نفس الوقت المنتخب المغربي عمل كل حاجة ممتعة وكل حاجة جميلة وكبيرة داخل البطولة، كانوا أحق باللقب. النهائي الوحيد اللي شفته او شفت كل الناس في تعليقاتهم على الماتش ده ان اي منتخب كان هيكسب اللقاء كان هيتقال له مبروك والتاني هارد لك، ومفيش منتخب كان يستاهل ان هو يخسر البطولة، سواء منتخب الاردن او المنتخب المغربي. لو كان منتخب الاردن هو اللي كسب منتخب المغرب كان هيستحق اللقب. والنهارده المنتخب المغربي بطل لكاس العرب على حساب منتخب الاردن، برضه يستحق اللقب. اجمل ماتش في البطولة بين اقوى واحلى واجمل منتخبين داخل البطولة. كرة ممتعة، كرة فيها ندية، وكرة جميلة. فالمنتخب المغربي نفس الكلام لازم ياخد حقه. الكرة المغربية في تطور وتطور كبير وتطور رهيب، وفي الحقيقة الناس دي تستحق اللقب ده وتستاهل كل النجاحات اللي بتعيش فيها الكرة المغربية. الناس دي خططت صح، اشتغلت صح واجتهدت، عشان كده ربنا بيكلل مجهوداتهم على مدار الكام سنة اللي فاتوا. المنتخب الأول بياخد رابع عالم في قطر 2022، بعد كده الأولمبياد المنتخب المغربي بياخد البرونزية بعد فوزه على منتخب مصر على مركز الثالث والرابع 6-0. بعد كده في أفريقيا 23 أو 24 المنتخب المحليين بياخد أفريقيا. والنهاردة منتخب المغرب بطل لكأس العرب 2025 في قطر. الكرة المغربية من نجاح لنجاح. ودي نجاحات مش جاية بالصدفة. الناس دي خططت صح، اجتهدت، اشتغلت، فربنا بيكلل مجهودهم بكل النجاحات دي وبكل البطولات دي. والمنتخب المغربي هو المرشح الأول لبطولة أفريقيا اللي هتبتدي كمان يومين خلاص في المغرب، مع كل تمنياتنا طبعا لمنتخب مصر إن شاء الله يرجع بالتامنة بقيادة محمد صلاح. فالكرة المغربية في تطور كبير، وتحية كبيرة للناس دي، الناس اللي بتشتغل وعاوزة تطور كرة بلدها وبتنجح وبتحاول تعمل كل حاجة صح عشان خاطر تطور الكرة المغربية. ماتش كبير، ماتش جميل، ماتش ممتع. اقسم بالله الواحد زعلان ان ده كان نهائي كاس العرب. يعني البطولة زي دي اللي خلت العرب تبان بصورة جميلة وبصورة كويسة وبكورة أو أداء ممتع ورتم عالي ورتم سريع، وكورة فيها ندية وفيها حماس وفيها كورة هجومية وكورة فعالة، فيها خطط فكرية وخطط للمدربين، وفي مدربين على أعلى مستوى وخصوصا مدربين المغرب. كابتن طارق السكتيوي مدير فني المنتخب المغرب، وكابتن جمال السلامي المدير الفني المنتخب الأردن، الاتنين مغاربة. تحية كبيرة لكل المدربين المغاربة، بكابتن وليد الركراكي، بكابتن محمد وهبي بطل كأس العالم للشباب، والاول انجاز تاريخي. انا ما قلتش ده في انجازات منتخبات المغرب، كاول منتخب عربي وافريقي ياخد كاس العالم للشباب كان منتخب المغرب بقياده الكابتن محمد وهبي. فالنجاحات دي كلها فخر لكل عربي وفخر يعني لكل الامه العربيه ان منتخبات المغرب بتقدر ان هي
بطل عالم وتاخد رابع عالم. حتى في البطولة العربية كلها عرب، بس منتخب المغرب بأمانة كان أحسن منتخب في البطولة، وكرة عالية وكرة ممتعة وكرة جميلة. ماتش كبير ما بين المنتخبين. الهدف الأولاني بيسجله أسامة الطنان، هدف عالمي وأجمل هدف في البطولة. وعلى ما أعتقد إن الهدف ده لازم ياخد جايزة بوشكاش 2025، بما إنه هو اتسجل في 2025 18 12 2025، الليلة بتاعت كأس العالم اللي حققه الأرجنتين على حساب فرنسا بليلة ميسي على نفس الاستاد، استاد لوسيل. هدف عالمي، ماتش كبير ما بين المنتخبين، بس الهدف ده يعني في حتة تانية لوحده، أحسن هدف في البطولة. ويجي من بعد منه هدف عمر خربين اللي سجله في قطر. هدف التعادل بيتسجل عن طريق علي علوان مع بداية الشوط الثاني. الشوط الأولاني كان عبارة عن منتخب المغرب، منتخب المغرب كان متسيد اللقاء طول ال 45 دقيقة الأولين في الشوط الأولاني. ماتش كان حماسي، ماتش فيه ندية، فيه فعالية هجومية، ومنتخب المغرب بينفذ الضغط العالي زي ما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب. الكرة السريعة، الكرة الفعالة الهجومية اللي انت عاوز توصل وتسجل اهداف، الكرة اللي بتتلعب من لمسة ولعبة، مفيش اي بطء من كل لعيبة منتخب المغرب. 45 دقيقة كانوا على اعلى مستوى من منتخب المغرب. علي علوان في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني بيسجل هدف التعادل، وبيبتدي الماتش يروح في سكة منتخب الأردن لحد ما تيجي ضربة جزاء في الدقيقة 68. علي علوان بيسجل الهدف الثاني، ويفضل الماتش رايح جاي. بس كان منتخب الأردن باين عنده الشراسة الهجومية والحماس مع بداية الشوط الثاني. وزي ما بقول لك الماتش ده فيه نديه وفيه حماس وفيه رجوله وفيه اداء عالي في الملعب. كابتن جمال السلامي ما بين الشوطين تحس ان هو عطى المنتخب، لعيبه منتخب الاردن دش، خلاهم نزلوا الشوط الثاني على اعلى مستوى. لعيبه نازله فايقه، لعيبه نازله عايزه تكسب الماتش، وكانوا احق طبعا. زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، المنتخبين يستاهلوا اللقب. المنتخبين لعبوا ماتش كبير وبطوله عالميه ما بين المنتخبين، عشان يجي بالتبديل السحري من كابتن طارق السكتيوي عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله مهاجم كبير، مهاجم من احسن المهاجمين اللي جت في تاريخ الكره المغربيه. بينزل بيسجل الهدف، هدف التعادل في الدقيقه 88. عبد الرزاق حمد الله مهاجم كبير ومهاجم خبرته كبيره، راجل عنده 36 سنه، بس فعال. في اوقات كانت الكوره بتيجي في رجله تحس ان الناس مش طايقه اصلا اللي هو يلمس الكوره وان هو بطيء، بس ده راجل بيعرف ان هو يقف على كورته، يعرف امتى يتحرك، امتى يباصي، امتى يصنع فرصه، امتى يسجل هدف. طبعا عامل السن، تتكلم 36 سنة، بس عامل الخبرة اللي عنده خبرة كبيرة طبعا على مدار الكرة المغربية أو الكرة السعودية، بما إن هو لعب في اتحاد جدة ولعب في النصر ولعب في الشباب ولعب في الهلال. فعبد الرزاق حمد الله مهاجم كبير ومن أحسن المهاجمين اللي جت في تاريخ الكرة المغربية. عشان ندخل في الوقت الإضافي، ومع أول دقيقة في الوقت الإضافي في الدقيقة 91 محمد ابو طه بيسجل هدف عالمي ومن احسن اهداف البطوله، بس الهدف بيتلغي بداعي لمسه اليد على محمد ابو طه. ويبتدي الماتش رايح جاي لحد الدقيقه 100. عبد الرزاق حمد الله بيسجل الهدف الثالث، ومنتخب المغرب بينام على الجون، وبيقدر ان هو يتوج بطلا لكاس العرب للمره الثانيه في تاريخه. ماتش كبير وماتش عالمي وماتش ممتع وبطوله جميله وبطوله ممتعه من كل شيء فيها، من التنظيم، من دولة قطر، من كل المنتخبات العربية اللي شاركت قدموا كرة جميلة وكرة كويسة. تحس ان البطولة دي مش بطولة عربية، وتحس ان انت بتتفرج على بطولة كأس العالم او دوري ابطال اوروبا. انا مع كابتن عصام الشوالي ومع كابتن محمد ابو تريكة اللي قالوا ان البطولة دي لازم تتلعب كل سنتين، وما نقدرش نستحمل انها تتلعب كل 4 سنين. اقسم بالله لو ينفع نلعب البطولة دي كل 6 شهور نلعبوها. يعني البطولة ابتدت يوم 1 خلصت يوم 18، 18 يوم من كل 6 شهور مش هيأثروا على الكرة في أي حاجة ولا في التوقفات الدولية. بطولة جميلة، بطولة ممتعة. العرب بقت بتتطور، كل المنتخبات العربية بقت بتتطور، فكورة اختلفت. زمان كانت المنتخبات العربية أو الكرة الإفريقية والكلام ده مش كورة، كانت كل الناس بتطلع بره. انت النهارده بتتفرج على المنتخب التاني المغربي، وشفنا المنتخب التاني لمنتخب الأردن لما لعب منتخب مصر. في افكار مدربين، في شغل مدربين، في لعيبه على اعلى مستوى. لعيبه المنتخبات العربيه اللي شاركت في البطوله كلهم لعيبه على اعلى مستوى، بخلاف منتخب مصر. وللاسف للاسف اللي انا مصري وبقول للاسف منتخب مصر كان اسوأ منتخب في البطوله واسوأ لعيبه لعبت في كاس العرب 2025 في قطر.
اللعيبه بتاعت منتخبات العربيه دي اللي القيمه التسويقيه بتاعتهم بتبقى حوالي 200,000 دولار، 250,000 دولار، يعني مش مبلغ كبير. لكن تيجي بقى تلاقي لعيب زي ده عندنا لعيبه في الدوري المصري، تيجي تتعاقد معاهم لعيب بيلعب في وادي دجله ولا في الجونه ولا في زد ولا في البنك الاهلي، تيجي يقول لك انا عايز 100 مليون، النادي بتاعه عاوز 80 مليون، عاوز 90 مليون، عاوز 60 مليون، واللعيبه ما بتعرفش تلعب كوره. لعيبه ما بتعرفش تلعب كوره. احنا اسوأ منتخب راح البطوله. تتفرج على كل المنتخبات العربيه وكل اللعيبه اللي شاركت معاهم، لعيبه على اعلى مستوى، ناس يا جماعه بتشتغل. الكره المغربيه، خلينا نتكلم على الكره المغربيه بما هو يعني بما ان هو عريس الليله، وان المنتخب ده حقق نجاحات كبيره على مدار الكام سنه اللي فاتوا. تعال بص على المدربين. كابتن طارق السكتيوي بطل كاس العرب، كابتن جمال السلامي مدير فني المنتخب الاردن راجل مغربي، كابتن وليد الركراكي، كابتن محمد وهبي بطل كاس العالم الشباب. الناس دي مدربين مغاربه، مدربين مغاربه. الناس دي اشتغلت صح، الناس دي عندهم الناس دي معاها اعلى رخص تدريبيه تقدر ان هي تدرب في اوروبا. فالناس دي بتشتغل. احنا عندنا المدربين في الدوري المصري معهمش رخص اصلا تدريبيه وبينزلوا ان هم يدربوا. تيجي تتكلم معايا يقول لك انا راجل حققت نجاحات، انا كنت بلعب في الاهلي، انا كنت بلعب في الزمالك، لا انا معايا دوري ابطال افريقيا، لا انا معايا كاس افريقيه. ناس زي دي ما كناش نسمع عنهم. بس ايه اللي خلانا نسمع عنهم النهارده؟ النهائيات والبطولات والميداليات الذهبيه اللي هم بيحققوها. شغله اللي خلانا احنا نعرفه، بقينا نتكلم عنه، وبقينا نتبسط بكل مدربين المغاربه. تمام. مش تاريخه وهو لاعب، انا ما اعرفش هم كانوا بيلعبوا كوره امتى. يعني اللي شفت له صوره قبل كده وهو بيلعب في الوداد كابتن وليد الركراكي. لكن كابتن محمد وهبي، كابتن جمال السلامي، كابتن طارق السكتيوي مش شفتهمش بيلعبوا كوره. اكيد كانوا بيلعبوا كوره، او ممكن ما كانوش بيلعبوا كوره. يعني كابتن محمد وهبي ده راجل كان مدرس. انا فاكر ان بعد كاس العالم للشباب لما قريت عنه كان مدرس، كان مدرس تربيه رياضيه باين حاجه زي كده في بلجيكا. وابتدى ان هو يعني ياخد سكه التدريب في بلجيكا، وراح اندرلخت البلجيكي حاجه زي كده. فده راجل مثلا ما كانش لعيب كوره. بص النجاح اللي هو عمله. كاس العالم للشباب، اول منتخب عربي وافريقي حقق اللقب ده. كابتن طارق السكتيو وكابتن جمال السلامي ما اعرفش كانوا بيلعبوا كوره ولا لا. بس احنا النهارده احنا كجمهور عادي بنحب الكوره، او كعرب عموما، لما جينا نتفرج على الناس دي وسمعنا عنهم، سمعنا عنهم في النهائيات، في بطوله، في شغل هم اشتغلوه، فاحنا نقدر ان احنا نحكم عليهم من شغلهم. مش عشان هو كان نجم كبير، ولا عشان هو كان اسطوره، ولا عشان هو كان بيلعب في الوداد، ولا عشان كان مثلا بيلعب في الجيش الملكي، ولا اي حاجه. راجل شغله هو اللي بيتكلم عليه. فالكرة المغربية التطور بتاعها ده مش جاي بالصدفة، لا ده جاي نتيجة عن شغل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اللي طور المنظومة دي وفعلا بقى بيشتغل لصالح البلد ولصالح المنظومة، مش لصالح نفسه. غير عندنا في مصر، احنا عندنا في مصر الكرة كلها فساد، وكلها المنظومة كلها بتشتغل لصالح نفسها، سواء في الأندية، سواء في المنتخبات، سواء في اتحاد الكورة. فعشان كده مفيش نجاحات. مفيش نجاحات، والكرة المصرية هو ده حالها، والناس خايفة ان منتخب مصر في افريقيا. طبعا هنتكلم على منتخب مصر بعدين واستعداد افريقيا، وان شاء الله ناخد البطولة وتبقى الثامنة لمنتخب مصر اللي غايبة عننا بقالها 15 سنة. فالكرة المغربية تحية كبيرة ليهم، وتحية كبيرة للناس دي اللي بتقدم شغل عالي، والواحد فخور ان عنده بلد عربية بتطلع النجاحات دي وبتطلع المواهب دي. المنتخب المغربي المحليين اللي هو التاني، او على ما اعتقد ده التالت كمان اللي كان بيلعب، لان كان عندهم غيابات كتير جدا. المنتخب التالت ده لو راح افريقيا مكان المنتخب الاول، اقسم بالله ينافس على اللقب بكل سهولة. بكل سهولة، بكل سهولة. فالناس دي نجاحها مش جاي صدفة، مش جاي عشان فلان يعرف فلان ولا بالواسطة. الناس دي بتشتغل. شغلك هو اللي بيوصلك، هو بينجحك، اللي يخلي النهارده الجمهور يسقف لك على كل الانجازات اللي انت بتحققها. شغلك مش بالكلام الكتير. فاحنا للاسف عندنا في مصر بتمشي بالكلام الكتير. فتحية كبيرة للناس دي. افضل لعيب في البطولة محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي، هداف البطولة علي علوان ب6 اهداف. افضل حارس في البطولة مهدي بن عبيد حارس مرمى المنتخب المغربي. ألف مليون مبروك تاني لمنتخب المغرب والشعب المغرب، وعلى الشعب المغربي، ودي نفس الجملة اللي أنا قلتها بعد كأس العالم للشباب، على الشعب المغربي أن يفتخر بلعيبة منتخب المغرب وبكل المنتخبات، لعيبة كل المنتخبات المغربية، على كل الإنجازات اللي هم بيحققوها. وهو ده عصر المغرب، والمغرب بيعيش يعني في زهوة من أحسن أيام أو من أحسن سنين المغرب في تاريخ الكورة، في النجاحات اللي هم بيحققوها
تحية كبيرة لمنتخب المغرب، تحية كبيرة لشعب المغرب. هارد لك لمنتخب الأردن، مليون هارد لك لمنتخب الأردن والشعب الأردن. قدمتوا بطولة كبيرة، ما تزعلوش. منتخب الأردني جاي في الطريق. منتخب الأردني أول منتخب عربي صعد لكأس العالم 2026. يمكن المنتخب الوحيد اللي صعد من غير أي حسابات وأي كعبلة في منتخبات آسيا، اللي هو يوصل لكأس العالم من غير ملحق وريح نفسه في شغل. الكرة الأردنية قبل ما أختم الفيديو، كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه ومدارس الكورة اللي هو عملها أيام ما كان ماسك في المنتخب، كان ماسك منتخب الأردن وعملها في الكرة الأردنية. مدارس الكورة اللي هو عملها هي اللي صعدت لعيبة منتخب الأردن زي يزن النعمات، زي علي علوان، زي لعيبة كتير جدا، زي محمد أبو طه. فالكرة الأردنية بتتطور. الكرة الأردنية اللي كانت من كام سنة الناس يأسى منها وإن هي ما بتحققش أي نجاحات، لا أنت على مدار سنتين لعبت نهائي آسيا، وصلت كاس العالم 2026 وبتوصل نهائي العرب. ان شاء الله الكره الاردنيه جايه في الطريق، وان شاء الله من نجاح لنجاح. فتحيه كبيره لمنتخب الاردن وشعب الاردن، والف مليون مبروك لمنتخب المغرب والشعب المغرب. وعلى الشعب المغربي ان يفتخر بالكره المغربيه اللي احتلت الكره الافريقيه والعربيه على مدار الكام سنه اللي فاتوا، ووصلوا كمان للعالميه. فالف مليون، ألف مليون مبروك لمنتخب المغرب. وده كان فيديو النهارده، واسف لو طولت عليك. سلام عليكم.